اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل والنهارده هنتكلم عن الفنانين اللي بيعملوا اعمال فنيه وما يعرفوش انها اعمال شاف. تعالى بس نتفاهم. بس ليه الفنانين دلوقتي عايشين في وهم، او ليه ما بيعرفوش ان الحاجات اللي بيعملوها دي وحشه، ولا هم اصلا عارفين انها وحشه وبيقنعوا نفسهم انها حاجات حلوه؟ تعالى نشوف. عشان نوضح كلامي اكتر، تعالى نتخيل ان احنا دلوقتي هنستضيف تامر حسني، ولو جينا كده وسالناه هو انت اصلا عملت ايه في اخر فيلم ليك اللي هو فيلم بحبك؟ كان دورك ايه يا فنان؟ تجاربي بقى في الاخراج او التاليف او الموسيقى التصويريه حاسبها ليكم انتوا تتكلموا فيها. من خبرتي حبيت ان انا اقدمها ويا رب تعجبكم. من خبراته الاخراجيه، خدت بالك من خبراته الاخراجيه دي؟ كده انا جايب سيره تامر حسني، وسيره تامر حسني دي بتقلب الدنيا اصلا. ولو في حد من لجان الفنان فانا عايز اقول لك ان انا بحب تامر حسني، وكنت عامل فيديو عن عمر وسلمى. يعني ما فيش بيني وبين الفنان حاجه، انا بحبه والله. ولو سالنا بقى تامر حسني هل الفيلم حلو؟ اكيد طبعا الفيلم جامد يعني. فدلوقتي هنرص الحاجات اللي بتخلي الفنان عمره ما يعرف ان اللي بيعمله ده حاجات وحشه قوي وما تتشافش. اول حاجه ان اي فيلم بينزل في السينما بيتعمل له عرض خاص، والعرض الخاص ده ممكن يوهمك وتعيش على المجد بتاع العرض الخاص. ببساطه بتدخل المكان الناس كلها تلم عليك، عايزين يتصوروا معاك، عايزين ياخدوا رايك في الفيلم، عايزين يعرفوا انت عملت ايه في الفيلم، كواليس الفيلم. ناس كتير بتحبك جدا رايحين يعظموك، هم اصلا عارفين ان الفيلم حلو من قبل ما يدخلوه، من قبل ما يعرفوا التريلر، من قبل ما يشوفوا الفيلم ايه هو. انا هنا مش بتكلم على الفنان القدير تامر حسني بس، ده اي فنان حرفيا. يعني انا العرض الخاص بتاع 6 ايام حضرته، احمد مالك ظهر على الشاشه، الناس هو واعتقد ان الفنان الذكي ما يتاثرش بالعرض الخاص خالص، وده كان قايلها كمان هشام ماجد ان العرض الخاص ده بالنسبه له بلح. هي العروض الخاصه اصلا ما تاخديش منها اراء قوي. لا كلها كذب اولا. في تسييف في التتر، وانت عارف ان الفيلم مضروب بالنار. ايوه. بالنسبه له مش هو ده اللي يقيم الفيلم، لان ده ناس كلها جايه من المعارف، فاهم؟ اللي هو الناس ده ممثل جايب حد وكل واحد فاهم قصدي. مش ده المقياس اللي الفنان الذكي يقيس بيه. ولكن لو انت عايز تعيش وتريح دماغك، انت حرفيا عايش يومك، انت اكنك في فرح، انت يا لهوي على الجمال والانبساط. وكل الناس اللي بتتفرج على الفيلم هم ناس ممثلين، حتى لو هم مش ابطال في الفيلم، لا ممثلين وفنانين ومؤلفين. فانت بتبقى عايش حاله كده، والناس دي كلها بتقول لك ان فيلمك حلو والف مبروك، على الاقل يعني مش هقول لك حلو، اقول لك الف مبروك. فانت بتبقى عايش في عالم غريب، حاله من الفرح، وعمرك ما هتفكر ان الفيلم فيه حاجه غلط بعد ما تشوف الشكر ده كله. بس اصلا الفنانين دول يعني بيبقوا اصحاب وبتاع، فعمره ما حد حتى لو فيلمك وحش يعني مش هيقول ان هو فيلم وحش. واصلا في العرض الخاص ده في ناس بتقول عليك انك شخص متكامل، انت متخيل؟ نوادر جدا ان احنا نلاقي شخص في بلدنا يكون مكتمل بالدرجه دي، مطرب، ممثل، مخرج، مؤلف. وتاني حاجه وهي المباركات او التهاني، بمعنى انك انت اول ما تنزل فيلم، عشان اوصف لكم معنى نزول الفيلم يعني في عالم الفن، انك اكنك مثلا جبت نتيجه الثانويه العامه، كل الناس حرفيا بتتصل بيك حتى لو ما يعرفوش بعض شخصيا. تلاقي مثلا جالك مكالمه كده فجاه من احمد حلمي، من احمد عز. انا فرحان قوي بالمكالمه دي يا احمد، والله يا حبيبي انا فرحان اكتر انك مكسر الدنيا حبيبي، ربنا يخليك. اللي جاي واللي جاي وما تغيبش تاني اكتر من كده بقى خلاص. وفي ناس كان بيجي لها مكالمات من عادل امام وبيفضلوا حافظينها لحد دلوقتي وشايلينها، زي مثلا ماجد الكدواني. قال لي انا عادل امام، رحت قايم قاعد على السرير كده حافظ كلمه من اللي قالها لي، هو رزع مونولوج، اوعى تيأس، اوعى بقى تعمل لي فيها مكتئب بقى وبتاع وتقعد على السرير وتبص في السقف قلت له ايه ده حضرتك شايفني بالظبط. فهو كعالم انت بتحس انك انت الناس دي بتبارك لي على حاجه حلوه، في حين ان هو ممكن يبارك لك انك عملت فيلم، مش بيبارك لك ان الفيلم حلو، ودي حاجه طبيعيه يعني. وغير كده لما انت بتكون نجم اصلا بيبقى ليك قاعده جماهيريه كبيره جدا، هم حابين الفيلم من قبل ما يدخلوه، ولو قالوا لك ان ده اعظم من جاد فازر هتقول له اه طبعا، انت هتصدق. بص تعالى نتخيل كده كلنا احنا بني ادمين وكلنا بنشترك في صفات واحده، لو حد قال لك انك انت عظيم مش هتقول الراجل ده عبيط يعني. الانسان والعقل يحب يسمع الكلمه الحلوه، ولكن الفنان يحب يسمع المفروض للاراء تخليه ياخد باله ويتطور. ولكن الكلام الحلو ده بالنسبه لي بيبقى عادي يعني، الا بقى لو انت قلت الحلو ده كان حلو ليه والوحش قلت وحش ليه. هتلاقيني انا في فيلم باد بوي بحاول ادخل لناس انا مهتم بارائهم فعلا، وابعت لهم يتفرجوا على الفيلم بتاعي يقولوا لي ايه الحلو وايه الوحش، عايز اعرف بجد. اي نعم في ناس ما بتردش، بس انا ماليش دعوه، انا عايز يعني حاولت والله. اتكلمنا على عاملين مهمين، ولكن دول الصراحه مش دول اللي ياكدوا كل الكلام ده. يعني انت مثلا لو الناس كلمتك والعرض الخاص اتكلم، وان شاء الله يكون كلمك ليوناردو كابريو بنفسه قال لك فيلمك عظيم وتمثيلك عظيم، كل ده مش هيغذي الايجو بتاعك. ايه بقى اللي بيغذي الايجو؟ الفلوس.
الفلوس دي بقى بتمثل ايه بالنسبة لي؟ دليل نجاح. اي شيء لا يترجم لمادة فهو فاشل. لما نتكلم على الفلوس يبقى احنا بنتكلم على الايرادات بتاعه الفيلم والجماهيريه والحاجات دي. طب تعالى نتكلم عن فيلم بحبك بتاع تامر حسني. فيلم تامر حسني جايب 55 مليون جنيه مصري، ده فتح كلام كده، وجايب 55 مليون ريال سعودي. يعني انت لو ضربتهم في العمله بالمصري فده يعني ده من اعظم الافلام المصريه بقى. لو احنا بنتكلم ايرادات ده يا لهوي، ده اوسكار، ده 715 مليون جنيه مصري. انا معرفش الحسبه دي صح ولا لا، بس عامه يعني انت لو جايب فيلمك جايب 715 مليون جنيه مصري، يا عم قول 500 مليون جنيه مصري، وتيجي تفتح اليوتيوب تلاقي واحد بيراجع فيلمك ويقول عليه فيلم وحش وان هو فيلم زباله وفيلم ما يتشافش، ودي حقيقه فعلا هو فيلم وحش جدا، تصدقوا؟ لا طبعا. تصدقوا ايه يا عم؟ ده عيل دول اعداء النجاح دول. انتوا بتشوفوا الطوبه فين وتحدفونا بيها يا اولاد هي الشجره المثمره كده على طول كده تحدفوها كده بالطوب كده، مفيش اي استثناءات للفنان. بقول لك ايه اديله سترايك للقناه، شيل له الفيديو. انا عارف ان هو رايه مش مهم، بس لا شيل له الفيديو. وده الجانب الاسود من الفنانين، انك انت ما تتقبلش الراي الاخر لدرجه انك انت بتمسح الفيديوهات اللي الناس تنقد الفيلم بتاعك فيها. وهنا انا مش بتكلم على حد بعينه، لان في ممثلين كتير جدا بتعمل كده دلوقتي، ممثلين كتير جدا. يعني ممكن الله اعلم ما تكونش الممثلين اللي بيعملوا كده، ممكن يكون شركات الانتاج بتاعت الفيلم هي اللي بتعمل كده، لان الناس اليوتيوبرز مؤثرين جدا. مش بتكلم عن انا دلوقتي لان انا مش براجع الافلام الجديده قوي، بس لما حد يكون عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا يقول على الفيلم ده وحش، في ناس كتير مش هتدخل الفيلم، وهم في نفس الوقت بيقولوا ان الناس دي مش مهمه، يعني احنا مش مهتمين بآراء. طب لما هو مش مهم انتوا بتشيلوها ليه؟ ما علينا. ده جانب سيء جدا من الفنانين وعالم الفن، انك بتمنع النقد. حين والله العظيم انا شايف ان الفيلم لما يتعمل له نقد من يوتيوبر مهم ده بيضيف للفيلم، يعني اللي هو انت لما تشوفه تحس انك انت هتتطور، يعني المره الجايه لا انا هطور من نفسي مش عارف ايه. بس واضح ان الدنيا يعني مش بتمشي كده، وبتحسها بكسر ايجو، اللي هو انا راجل فنان وليا قيمتي وبتاع وجايب كل الفلوس دي جدا وشايف ان الفيلم وحش، فهو بيتجنن بقى ويقوم ماسح الحاجات دي. ومش بتكلم عن ممثل بعينه او شركه معينه بعينها، انا ما حصليش المشكله دي اصلا، ما اعرفش ليه منفعل حتى، بس مستغرب بصراحه انك انت تكون عندك كل الحاجات اللي مسهله لك انك تعمل فيلم حلو وتقول مثلا ان الورق وحش او مش عارف ايه وحش والعبط ده. لا. وفي حاجه تانية كمان، اللجان، ان هو انت لما تيجي تعمل فيلم تعمله مراجعه على النت مثلا، او انا مثلا بقول رايي في حاجه دلوقتي، انا في ناس كتير هتهاجمني حاليا في الكومنتات مثلا لجنه من احدى فنان ما، فليه ليه انا بحب والله تامر حسني، عشان لو انت جاي من تامر حسني، وبحب اي حد انت فكرت فيه وانا بتكلم. احنا بنتكلم عن تصرفات ناس، انت عارفين يعني انا ما بخافش من اللجان. يعني شوف فيديو عمر وسلمى فوق. سبب ذكري الفيلم تامر حسني ان انا شفته يعني، بس مش اكتر. كنت عايز اتكلم عن مرعب بريمو بس انا ما شفتوش، فمش عايز اعيش الدور. يعني احلى حاجه في تامر حسني كمان ان هو منزل فيديو كامل الناس بتشكر في الفيلم بتاعه من العرض الخاص. يعني كل حاجه اللي جبتها دي هو منزلها على قناته اصلا، فما بفهموش. انا ما بفهموش. فيلم وحش قوي يا جدعان، فيلم وحش قوي بجد. لو عملنا رياكت عليه اقسم بالله ضحك. فانا دلوقتي انواع الفنانين بقوا اتنين، فنان عارف ان الفيلم اللي عمله ده وحش بس قشطه بيجيب فلوس، فانا همنع اي حد يقلل الفلوس، وانا كده بعمل الفن ده لاجل الفلوس، فخلاص هو شايف ان هو شخص ناجح. يعني هو لو في واحد مثلا دلوقتي هدفه انه ينزل فيلم وتارجته الفلوس بس، فانت يا معلم عملت اللي عليك، خلاص هو شخص ناجح فعلا. يعني واي نعم هو بيخرب السينما وبتاع، بس قشطه. يعني حاسس ان السينما لازم يكون فيها افلام تكون مستواها قليل بس طالما بتجيب فلوس. ما علينا، ده فنان شايف ان هو ناجح طالما بيجيب فلوس. في فنان تاني هو فاكر ان اللي بيعمله ده حلو، واعتقد ده اوحش بكتير من اللي عارف ان اللي بيعمله ده وحش. بالنسبه لي احمد حلمي من اجرأ الفنانين. ليه بقى؟ لان احمد حلمي ساعه فيلم لف ودوران، الفيلم ده كان اعلى ايرادات في تاريخ مصر، وطلع احمد حلمي بكل سهوله واخد جايزه على الفيلم ان هو افضل ممثل كوميدي او افضل ممثل عامه، وطلع وهو واخدها وقال اوعدكم ان شاء الله باذن الله اني اخد بالي كويس جدا، وان الفيلم الجاي يا رب بدعواتكم يعجبكم. المشكله بقى ان هو عمل فيلم خيال مآتة، وبالنسبه لي خيال مآتة ده اوحش بكتير من فيلم لف ودوران، بس على الاقل الراجل كان جريء يعني واعتذر وبتاع. في حاجات تتفرج عليها انت عارف انها وحشه، والممثلين بيبقوا عارفين والناس اللي بتتفرج بيبقوا عارفين. ومن اكتر الناس برضو اللي عايشه دور الوهم ده محمد سامي المخرج. هو شايف ان هو اعظم مخرج في التاريخ مصر مثلا، هو قاعد عمال دلوقتي خلاص هو في عالم تاني. هو فعلا كمخرج هو فعلا بيقدر يجيب فلوس، فعلا مخرج بيقدر يجيب ايرادات كتير في رمضان، مشاهدات اعلى مشاهده وبتاع، ولكن كقيمه فنيه ما فيش. انا اقدر اقول كده. انا بتفرج على جعفر العمدة، اتفرجت على كل اعماله مع محمد رمضان. وبالمناسبه محمد رمضان في السينما هو كده برضه. محمد رمضان بالنسبه لي كممثل هو شخص ما عندوش افلام حلوه كتير، وبالنسبه لي اكتر افلام حلوه ليه هي الافلام البلطجه اللي هي بيتبرى منها دلوقتي، بيقول ان هو يعني ان هو لا تمثله دلوقتي ال3 افلام البلطجه، في حين ان هم دول افضل افلام ليه اساسا، هم دول اللي عاملين الشعبيه بتاعته. وانا بحب الالماني
مواني، بحب عبده موته، قلب الاسد مش قد كده. بس بجد هو محمد رمضان من غير الافلام دي هو ما عندوش افلام عدله. اخر ديكو مصر هيبقى عنده جواب اعتقال يعني ممكن، لان في لغه الفن يعني كصناعه الفلوس هي اللي بتوزن قد ايه الحاجه دي حلوه ولا لا. فالفلوس هي دليل، حاجه كده بس مؤشر. تلاقي دايما الشخص اللي خلاص بيفشل المحصله دي تنزل وتخلص. الا بقى لو انت شخص فنان وبتعرف تقرا، زي عادل امام لما وثق في شريف عرفة في بدايته، كان لسه عامل فيلم اسمه درجه ثالثه ما جابش فلوس خالص، بس عادل امام لما شاف الفيلم قال المخرج ده مخرج شاطر على فكره، فعمل معاه فيلم بعدها، من بعدها بقى عملوا 5 افلام مع بعض. فانك تكون فنان دي حاجه مهمه جدا اكتر من الفلوس، لانك لما تكون فنان اصلا بتعرف تقرا الدنيا كلها. يعني مثلا زي علي ربيع، واحد زي علي ربيع ده عمره ما هيقدر يعرف ان افلامه دون المستوى قوي يعني، او ان اعماله مسلسلات مش حلوه قوي، لان فعلا علي ربيع عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا. يعني مثلا يكون عنده 40 مليون واحد بيحب علي ربيع مثلا كاعمال فنيه، ان هو ممكن يدخل له السينما يتفرج على مسلسلاته عادي، ان في بنات صغيره بتحبه وستات كبار وكده بيحبوه جدا، وشباب فعلا برضه بتحبه، بس هي فئه معينه من الناس بتحبه. فهو عمره ما هيعرف ان الفيلم بتاعه مثلا مستواه الفني مش قد كده، الا لو هو عايز يقرا وعايز يسال ناس وعايز يهتم فعلا. علي ربيع يا جدعان تعمل له حلقه لوحده، لان هو اصلا كان ملك مسرح مصر حرفيا، كان بيطلع بيضحك الناس بسهوله جدا. علي ربيع عمره ما هيعرف ان اللي بيعمله دلوقتي مثلا ده مش احسن حاجه. هيعرف منين؟ ما هو بيجيب فلوس وبيجيب ناس بتحبه والناس كلها بتحبه في الشارع، وانا نفسي بحب علي ربيع. فاي فنان لازم بقى ايه يلاقي البوصله اللي تخليه يوازن ما بين الحاجات التجاريه والحاجات الفنيه، زي الله يرحمه نور الشريف. والاعظم بقى انك تعمل حاجه فنيه وتكون في نفس الوقت حاجه تجاريه. ده بالنسبه لي البيرفكت فيلم بصراحه يعني. جو الفن بس واقعد اجيب بقى كادر ثابت ومش عارف ايه، حلو ده ليه زبون وبتاع، بس انت لما تعمل فيلم ليك انت لوحدك. برضه افلام المهرجانات، في افلام يقعد يقول لك ده افلام مهرجانات مش اي حد يشوفها. طب انا لما اكون عايز اعمل فيلم هبقى اكون عايز اعمل فيلم الناس كلها تشوفه. فرحتي لما اعمل فيلم واحد مثقف يشوفه ويفرح بيه، ما هو كده كده مثقف وكده كده راجل جامد يعني. الصح شايف ان الافضل حاجه يعني دي التركيبه الافضل، انك تعمل حاجه ترضي الشخص الفاهم قوي في السينما والشخص العادي جدا في السينما. فكده انت محتاج بقى الفيلم بتاعك يكون مليان طبقات. حاسس ان انا دخلت في حاجات كتير، فبس روح اتفرج على فيلم باد بوي جدا، هتلاقيه عندي في القناه، روح شوفه بقى من الاي اللي فوق او شوفه من اي حته، وابقى قول لي رايك الحقيقي جدا، عشان انا بقرا كل التعليقات. كل ما تقول لي ان ايه الحلو في الفيلم وايه الوحش في الفيلم ده يخلينا نتطور بقى، والفيلم اللي بعده بقى يكون اجمد بقى وبتاع، لحد بقى ما اجيب ايرادات كتير جدا بقى، يبقى فيلم بيجيب 55 مليون ريال. واخد بالك انت؟ ما اعرفش بقى ان فيلم وحش بقى، هعرف منين بقى؟ خلاص انا بقى معايا فلوس اصلا يعني، انا مش مهتم اصلا بالفن ده، بالنسبه لي بقى شغلانه، فاهم يعني. بس يا سيدي لا يا مصعب.